اللي بيحكوا الموضوعين دول أبوها يعمل أبوها أشوف بيا أسمي أمي. أعزائي متابعي صفحة حكاوي الناس بمحافظة بني سويف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في بث جديد هنا على صفحة حكاوي بني سويف. أعزائي المتابعين، أولا كل عام وحضراتكم بخير، وتعود الأيام على كل أبناء الدولة المصرية بيمن وخير وبركات، اللهم آمين يا رب. أعزائي المتابعين، النهاردة لازم قبل بداية البث بنشكر كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية هنا بمركز ومدينة بيبا جنوب محافظة بني سويف لتصرفهم المناسب والجيد وإنقاذ حياة ما يقارب 100 شخص وسيارات، بعض السيارات والدراجات البخارية من الغرق أثناء توقف معدية أمام كفر قرية المناشي المعروفة بقرية كفر ناصر لتوقف المعدية بشكل مفاجئ. تفاصيل الواقعة بتقول إن جميع أهالي قرية المناشي وقرية غيضة الشرقية فوجئوا بتوقف معدية مائية خاصة بمركز ومدينة بيبا كانت تنقل الأهالي النهارده. طبعا حضراتكم عارفين النهارده الجمعة، وعملية التنقل ما بين الجانب الشرقي وما بين الجانب الغربي، مثلا اللي بيروح المقابر، اللي بيزور أيا كان، اللي بيروح مشاويره، ولكن بسبب طبعا حضراتكم عارفين السد الشويتوية اللي موجودة في جميع البحار والأنهار هنا بمستوى جمهورية مصر العربية عامة ومحافظة بني سويف خاصة، ولكن فوجئ الركاب بوقوف المعدية المائية وشحوطها بشكل مفاجئ. على طول أعزائي المتابعين إن جميع الأهالي استغاثوا بذويهم، وعلى الفور قام ذوي هذه الأهالي بالاتصال بجميع الأجهزة الداخلية هنا بمركز ومدينة بني سويف. بالفعل أحسنوا التصرف، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بمرافقة قوات المسطحات المائية والأجهزة الأمنية المعنية المختلفة بتسيير عملية اللانش هنا لنقل الركاب من وسط مياه نهر النيل إلى الجانب الغربي أو الشرقي حسب ما يتجه الركاب. وتم تسيير اللانش، وتم إنقاذ أو نقول مثلا وتم نقل الركاب بشكل آمن وسلس وسهل وبسيط دون وجود خسائر بشرية أو تلفيات بالمعدية. كان الأستاذ مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيبا جنوب محافظة بني سويف قال في بعض التصريحات الصحفية إنه تلقى بعض البلاغات من بعض المواطنين بالتعاطي المفاجئ للمعدية المياه، وأنه قام برفقة قوات المسطحات المائية بالتنقل أو النقل إلى مكان الواقعة، وتم تسيير اللانش وحدة اللانش، وتم نقل الركاب وجميع السيارات الموجودة بها والدراجات البخارية دون وجود أي إصابات بشرية. كمان ذكرت بعض المصادر أن وجود بعض الأجهزة الأمنية المعنية والتنفيذية هنا بالوحدة المحلية لمركز مدينة بيبا كلفت بضرورة فحص المعدية وتراخيصها فنيا وجميع كل ما يتعلق بهذه المعدية المائية. أعزائي المتابعين، في نهاية البث بتاعنا بنشكر حضراتكم على حسن الاستماع والإنصات، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى لجميع الأهالي من محافظة بني سويف الخير واليمن والبركات، وكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة بدء احتفالات عيد الميلاد لجميع المسلمين والمسيحيين هنا بداخل محافظة بني سويف. أعزائي المتابعين، نشكركم على حسن الاستماع وحسن الإنصات، ونعدكم دائما وابدا ان تكون صفحة حكاوي الناس هي صفحتكم. باذن الله سنكون منبركم، وسنكون ان شاء الله باذن الله الاداة التي تحدثون بها
الوقوف على الجوانب الإيجابية التي تحدث داخل محافظة الفيوم. أعزائي المتابعين، ونشكركم ولحسن الاستماع والانصات، وإلى اللقاء في جولة جديدة من جولات البث المباشر هنا بداخل محافظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.